السلام عليكم. عليكم السلام مستر وليد. ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. حابب اكد عليكي بس في الاول انه السيشن مسجله زي ما متفقين، وان شاء الله بعد ما ننتهي منها هتكون موجوده على اليوتيوب علشان الناس ان شاء الله اللي بتتابعنا تستفيد من اللي هنناقشه يعني في السيشن دي. تمام. تمام تمام إن شاء الله. طيب خليني اراجع معاكي سريعا الحاجات اللي انت قلتي عليها قبل السيشن في الفورم، يعني انه انت الهدف بتاعك ان شاء الله ان انت عايزه تعملي بزنس خاص في عالم صناعه المعلومات، وانت تمام خريجه طب بيطري، اشتغلتي في الميديكال تمام ديتيلينج 4 سنين بشري، تمام ام لطفلين ربنا يبارك، وبعدين لدي عمل طب بيطري ولكن دخل وخبره بسيطه، وبعدين بقى بتحبي تسمعي كتير عن تطوير الذات والفهم النفس البشرية وهكذا، وبدأتي مؤخرا تسمعي عن البيزنس وتحضري كورسات عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المعلومات، لكن دايما في تشتت وعدم وضوح رؤية، ولدي مشكلة في علاقات حيث بهتم لرأيي ومقتنع الحتة دي متلخبط فيها مش عارف أقراها يعني، بس هسمع منك. طيب اوكي، دايما بحب افهم حاجة بتدور ما وراء القصة، مش عارفة ده له اهمية ولا لا. اكبر تحدي انت قايلة عنه بتمر بيه هو التشتت وعدم تحديد اختيار واضح، مم. والهدف هو ان يكون متاح لدي مجال به نفع للناس، خصوصا الجزء النفسي، الاعمار ال 15 سنة فيما فوق، وادارة حياتهم، ويكون عندك دخل مادي يتناسب مع متطلبات الحياة، ومبادرتي لإعطاء نصائح عند سماع أي مشكلة أو تحدي محتاجة أنمي جزء ده وأوظفه بطريقة تناسبني. ده اللي أنت قايله لنا. آم، لو حاسة إن أنت عايزة تقولي حاجة غير اللي أنا قلته، كمان حاجة أكبر من كل اللي أنا قلته، ممكن تقولي لنا دلوقتي، عشان أنا محتاج أركز معاكي في السيشن دي على يعني أكبر حاجة إن شاء الله نقدر نشتغل عليها ونبقى بنخليها أوضح بالنسبة لك وتقدري تحط لها خطة بإذن الله. أجمعهم كلهم يعني في حاجة واحدة. لا يعني لو اللي انا قلته ده بالنسبه لك هو اللي انت يعني عايزه نتكلم فيه، تمام، في حاجه تانية اكبر جايه على بالك دلوقتي واحنا مع بعض، حاسه ان لا انا يعني اللي انت قلته ده تمام، بس انا عندي حاجه اكبر من كده، تحدي اكبر، يعني فيل فري زي ما انت عايزه يعني. هو مفيش حاجة واضحة في دماغي دلوقتي، هو يعني دي الحاجات اللي حاسة كلها إيه داخلة ببعضها. حلو حلو. طيب خليني ابدا معاكي. طيب مروه، من النقطة بتاعت يعني زي ما بقول ايه start with the end in mind، نبدأ من الآخر. انت دلوقتي تمام بتقولي انه التارجت ان انا عايزة اعمل بيزنس خاص بيا يبقى بينفع الناس ومن وراه تعملي دخل يتناسب مع متطلبات الحياة وهكذا، وعندك خبرة في ميديكال ديتيلينج في البشري، وعندك خبرة في الطب البيطري ودارسة طب بيطري، ولكن تاني عندك يعني بتتشعبي في حاجات كتيرة جدا. لو انت اه النهارده عايزه تردي على سؤال احنا دايما بنساله في عالم البيزنس كده، لما بتجيلي افكار للبيزنس اقول انا افكر اعمل بيزنس يحل مشكله ايه لمين، يعني ايه من الخبرات اللي عندك انت تقدري تساعدي مين يحل مشاكل ايه. ذكرتي ناس عندها 15 سنه فما فوق في اداره الحياه، لكن الكلام كله كلام كلام عام، الكلام العام ما يعملش بيزنس. مم. فاهماني؟ هو أنا هقول لحضرتك حاجة. يعني أنا مثلا الفترة الأولانية لما كان معايا الأطفال وكده، كنت دايما بلاقي صعوبات في التعامل مع الأطفال وكده، فبدأت أتجه إن أنا أتعلم شوية عن الأطفال، ما أخدش الداتا بس من أهالينا. نعم. فلا يعني طب العلم بيقول إيه، طب الأطفال دي بتتصرف التصرفات دي ليه؟ فلا لقيت في ناس بتتكلم في الموضوع ده، ولا وفي الأطفال لها سن معين، في تحديات معينة، الطفل بيبقى كل سنة ليه حاجات معينة. صح. فدخلت في شوية دول في الطريق ده شوية. نعم. آم، واحدة واحدة بدأت في تحديات بتبقى موجودة في حياتنا،
منها في العلاقات ومنها الناس اللي حوالينا. فبدأت أقرأ وأتوسع وأشوف الناس بتتكلم في النقط دي في إيه، والمشاكل دي بتيجي ممكن معظمها زي ما انتوا اتكلمتوا كتير منها انعكاس، ومنها ان انت عشان تحط حدود لنفسك بينك وبين الناس وحاجات كده كتير. فبدأت أنمي شوية الطريق ده. نعم. مجال البيزنس برضه جيت فترة لا يعني متطلبات الحياة بقت كتير بالنسبة للدخل اللي موجود دلوقتي في مصر. ف يعني عايزة أوظف الجزء بتاع الدعاية الطبية من ناحية، ومن ناحية تانية الخبرة اللي موجودة عندي كأم. بس بلاقي ناس لا عندها ما شاء الله خبرة كبيرة في المجالات، و يعني عندهم علم. حلو. ف... نعم. طيب فلذلك هنا تاني احنا التحدي اللي موجود، وده تحدي عادي جدا وطبيعي جدا لان كلنا مرينا بيه. كلنا يعني اي حد بيفكر يخش، انت التارجت بتاعك انت عايزه تعملي بيزنس في عالم صناعه المعلومات، فانت في الاخر هتبقي بتبيعي معلومه. فكل الناس تقريبا اللي دخلت المجال ده صادفها في الاول فكره التشتت، ان زي ما انت قلتي بالظبط، انا وانا ماشيه في رحله الحياه قعدت امر بشويه تحديات كنت بدور لها على حلول، سواء تحديات خاصه بيا او تحديات يعني خاصه بالناس اللي حواليا اللي امرهم يهمني. فلقيت نفسي بقرا شويه هنا وبتعلم شويه هنا فبقى عندي شويه معلومات كتيره لا باس بها في مواضيع مختلفه لكن مش متصله ببعضها. فالفكره بقى هنا تاني لما بنيجي نقول بيزنس، نقطه البدايه، لو انا يعني تحريت ان نقطة البداية تكون الاقرب الى الصواب هيقلل عليا مشاكل كتير جدا 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 في الطريق. فاحنا لما بنيجي نعمل القصة دي يا مروة عندنا اكسرسايز لطيف خالص كده، انا يعني هجرب اعمله معاكي لايف كده، فيعني اسمحي لي يعني هغير السكرين كده. طيب انا هفكر معاكي او هطلب منك انك تقولي لي والله يا وليد بناء على الخبرة اللي او الخبرات اللي انا مريت بيها في حياتي، انا عندي مجموعة من الافكار اللي ممكن احولها الى بيزنس في عالم صناعه المعلومات وافيد بيه الناس. فتعالي نبص كده على نعمل برين ستورمنج، يعني نفكر كده من غير ما نعمل انتربشن للتفكير. قولي لي كده كل الحاجات اللي انت ممكن تساعدي بيها الناس. هقول لك حاجة، يعني مثلا الأعمار اللي هي بتبقى بعد 14 سنة نعم. لغاية مثلا 18 19 20 الفترة دي. نعم. بلاقي كتير من سواء البنات أو الشباب في الفترة دي مش قادرين يظبطوا حياتهم، بيتعاملوا بالعواطف أكتر. فدايما بيسبب لهم مشاكل، خصوصا لو حد مرتبط إذا خطوبة أو كده وبقى عنده فترة تعلق جامدة جدا. ولو حصل الموضوع ده مثلا ما تمش في الخطوبة أو كده فبيحصل انهيار سواء للبنت أو للولد. فالموضوع حلو. ده في دماغي. حلو. فانا هسميه هنا اللي انت قلتيه ده، يعني قولي لي برضو لو انا سميت اسم بيصف اللي انت قلتيه. انا هسميها كده العلاقات تمام. للمراهقين. ماشي. ده توعية. توعية مثلا لعلاقات المراهقين. كويس. يعني بغض النظر عن الاسم تحديدا ايه، احنا بس بنحط افكار دلوقتي. فده تمام. توبيك، ده فكره، ده موضوع ممكن مروه تتكلم فيه. فالعلاقات للمراهقين او توعيه المراهقين عن العلاقات وهكذا من سن 14 ل 20 سنه، ماشي الحال. دي فكره. ايه تاني من الافكار تمام. المطروحه؟ آم، احنا قلنا التوعية في العلاقات. الجزء ممكن الجزء بقى اللي هو من سن 22 اللي هو بتاع خريجين الجامعة أو الناس اللي قربت تتخرج خصوصا في المجال اللي هو الطبي. مهم. ده ممكن برضو بعض الاكسبيرينس اللي انت هتخرج من سيما طب بيطري ليك مجالات ايه ممكن تشتغل فيها او إيه اللي تدور عليه عشان برضو ما يغرقش الغرقة اللي احنا غرقناها في الأول. حلو جدا. هنقول زي كارير كوتشنج او توجيه مهني لحديث التخرج من كليه طب بيطري، صح كده؟ تمام. تمام. طيب توجيه مهني أو كارير كوتشنج لحديثي التخرج من طب بيطري، ماشي الحال. ايه كمان؟
ممكن برضو الجزء بتاع الفترة بقى الناس المقبلين على الزواج، الناس ان المقبلين كل على واحد، الزواج ولا البنات ولا الولاد ولا كلهم ولا؟ البنات والولاد، لان يعني احنا بصراحة عندنا نقص توعية جامد جدا في معرفة السلوكيات البنات، ايه سلوكيات الشباب ودماغهم ازاي وبيفكروا ازاي وبيديروا المواضيع او بيحلوا المشاكل ازاي. واحنا كبنات هم برضو الولاد معظمهم الا من رحم ربي او الناس اللي بتحاول تتعلم ما يعرفوش برضو دماغ الست بتبقى عايزة ايه وعايزة من جهة التعليم او من جهة البيت والحياة والدنيا. فبرضو الجزء ده محتاج توعية وإرشاد. حلو. يعني وصلت. توعية. نعم. توعية وإرشاد للمقبلين للمقب أوكي، للمقبلين والمقبلات على الزواج. ماشي الحال. الحاجات دي نعم. بتتعمل بره، يعني انا اسمع اللي بره اسمع ان في الدول اللي بره محدش بيتزوج الا لما بياخد زي كورس توعوي قبل الزواج. يعني بدأ الدول طبعا تعمل الكلام ده أكيد. تمام. طيب إيه في عندك حاجة تانية في موضوع رابع؟ الام بقى فترة الحمل بتاعت الام وفترة حديث الولادة. مالها دي؟ الام بتمر بفترة الحمل بمشاكل كتير سواء صحية او نفسية. آم، ممكن يعقبها كمان اكتئاب ما بعد الولادة وحاجات كده. فإنها حلو. تتعلم بدري ويبقى عندها توعية في الفترة بتاعة الحمل، خصوصا فترة الحمل الأخيرة، وإزاي تتعامل مع الطفل الصغير في أول على الأقل 3 شهور ل6 شهور. ده بيوفر مشاكل كتير معاها بعد كده. توعية الحوامل عن الصحة النفسية وبدايات وبدايات الطفولة. ماشي الحال. طيب فأنا هنا تقريبا يعني بس عملية برين ستورمنج. أول خطوة احنا بنعمل برين ستورمنج إنه إيه كل الحاجات اللي ممكن أنا أتكلم فيها أو أحولها إلى منهج أو أيا كان، وبالتالي أقدر أحولها إلى بزنس في عالم صناعة المعلومات. طيب دي مجرد افكار، والافكار لوحدها تمام. ما تسواش حاجه. لا، احنا كلنا بننام ونصحى عندنا 60,000 فكر. فاحنا بنبقى عايزين نبص ده على حقيقي. زي حاجه تقيم لي الافكار دي عشان بس تشاور لي يعني التشتت ده اطلع ايه بره الحسبه وابدا اركز في ايه. لانه مجرد ما اقول انا هركز على توبيك معين او موضوع معين او فكره معينه ان انا اعمل من وراها بزنس، عندي بقى يعني قصة طويلة عريضة في فكرة بناء البيزنس وبناء البراند وان انا اعمل ماركتنج واسمي يوصل والفاليو الحقيقية توصل وهكذا. فعندنا قصة طويلة عريضة. فاحنا هنحاول في السيشن دي بس نقلل كم التشتت والافكار اللي موجودة جوه دماغ مروة، ونبدأ نحط ايدنا على دي نقطة البداية. اذا عملنا ده ان شاء الله اللي جاي باذن الله تبقى خطوات ميسرة اكتر من انه يكون هذا القدر من التشتت. طيب احنا بناخد القرار او تمام. بنحط اولوياتنا بناء على ايه؟ بناء على 3 اسئله. انا عندي السؤال الاول هو يخص الفلوس. انا لو هعمل بيزنس والبيزنس ده ما بيجيبش فلوس، لو انا هعمل بيزنس وانا عندي كل النوايا الطيبه اللي موجوده في الكوكب للاصلاح وللدعم وللتوعيه وكل الكلام الجميل ده، لكن هذا الشيء اللي بعمله ما بيدرش دخل وربح، انا مش هعرف اكمل، مش هعرف اطور نفسي، مش هعرف افيد الناس اللي انا عايز افيدهم. لانه تاني الحياه مليانه تحديات، وانا كمدرب او حد في عالم صناعه المعلومات محتاج طول الوقت اطور من نفسي. ولذلك ده هنا حقيقي. النقطه الاولى اللي انا محتاج اقيمها هو الشيء ده هي فعلا فرصه بزنس، يعني في ريفينيو او في سيلز ممكن يحصل في الفكره دي ولا لا. طبعا هنا عندنا 60,000 حاجة ممكن نروح ندور ونعمل سيرش ونعمل ماركت ستادي ونعمل حاجات كتيرة. بس احنا بشكل مبدئي من تواجدنا على الانترنت بيبقى عندنا سنس اوف هو الشيء ده موجود ولا لا، في ناس بتتكلم فيه ولا لا، في زي ما بيسموهم انفلونسرز ولا مدربين ولا كوتشز بيتكلموا في المجال ده ولا لا، عليهم طلب ولا لا. فهنحط كده على كل سؤال هنديله رقم من 1 ل10، بحيث ان واحد بيقول لي لا فرصه المبيعات في التوبيك ده او في الموضوع ده قليله جدا،
10 لا دي فرصه كبيره جدا، ناس كتيره جدا عندها الاحتياج ده وعندها التحدي ده ومحتاجه دايما حد يساعدها. فلما اجي اقول العلاقات للمراهقين من سن 14 ل 20، هل دي مشكله كبيره موجوده في الوطن العربي بتاعنا وعليها طلب وفي ناس فعلا بتستثمر في دوت علشان يعني تخرج من المرحله دي، سواء الاولاد نفسهم او اهاليهم بيستثمروا علشان يطلعوا من المرحله دي باقل الاضرار الممكنه وبامان؟ نديها كم من 10 الاجابه؟ هو الفكرة ان انا ما بلاقيش ناس بتدور على ده قبل ما تقع في المشكلة، هي الناس بتدور بعد ما تقع في المشكلة. اوكي فاين. لكن الناس بتدور ففي ناس بتدور وفي طلب، فنديله كم من 10 لما نيجي نقول في طلب والناس فعلا بتدفع فلوس في الموضوع ده؟ طب ما هو انا ما اعرفش برضه، يعني اعرف ادي كام من 10؟ ما هي ما دي هو نقطة من انا بقول لك النقط. تاني، انت ده موضوع انت مهتمه بيه، فبما انك مهتمه بيه فابسط طبعا في حاجات سوفيستيكيتد بقى ومكلكعه نخش ونعمل ماركت ريسيرش، وانا بنقول بس كده دي مجرد افكار انا عايز بس افلترها بشكل سريع. فبما انك متابعه للموضوع ده، فهل في اوريدي ناس كتيره بتتكلم عن الموضوع ده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في كوتشز بيتكلموا في الموضوع ده وبالتالي بيعملوا من وراه بيزنس، في انفلونسرز موجودين بيتكلموا، لانه الناس اللي موجوده على اليوتيوب ولو عندها متابعين كتير ده مصدر بيزنس. لا مش بقى النقطة دي بتاعت المراهقين في الفترة دي، لا مش بشوف حد كتير بيتكلم عنها. اوكي. وانتي متواجدة على المواقع بتاعة التواصل الاجتماعي بقدر كافي؟ بس انا طلعت الافكار دي من جزء واحد، اللي هو انا بشوف دي مشكلة موجودة في المجتمع بتقابل الناس دي. أيوة، فالناس دي انتي اشخاص يعني اعداد محدودة انتي شفتيهم في حياتك، لكن ما تابعتيش الموضوع ده على الانترنت حجمه قد ايه وصداه قد ايه؟ لا ما اعرفش ان كان ليه صدى كبير على الانترنت ولا لا. طيب يبقى انا دي حاجة من الحاجات اللي انتي محتاجة تبصي عليها، انا ممكن هساعدك هنا، لكن دي حاجه انت محتاجه تبص عليها، محتاجه تخشي تعملي سيرش على يوتيوب مثلا. انه لو دخلنا، خلينا نعمل الاكسرسايز مع بعض بشكل مبسط خالص دلوقتي. لو انا دخلت دلوقتي على اليوتيوب، شاير معاكي الشاشه حالا دلوقتي. تمام. خليني كده وخليني اقول مثلا في السيرش هنا، خلينا نقول مثلا حل مشاكل العلاقات العاطفية عند المراهقين مثلا. تمام. مثلا طيب، فهبص كده مبدئيا لا يعني في ناس جديده، ناس على الساحه، ناس جديده بتتكلم. مثلا سن المراهقه اهو، انا شايف في شخص بيتكلم معرفش مين، لكن في نص مليون متابع، مش متابع انا اسف، نص مليون مشاهده بتتكلم عن الموضوع. هنا ده حد مثلا داعيه، دكتور جاسم المطوع، ابنتي المراهقه تتحدث مع شباب على النت كيف امنعها مثلا، ده 139 ألف مشاهدة وهكذا. فتقدري تعملي سيرش تاخدي انطباع أولي، هو الموضوع ده له صدى، الناس بتدور عليه، في ناس كبيرة بتتكلم عنه وهكذا. فشايفين حتى حاجات تانية كوميدية بتتكلم عن الموضوع، وناس بتتكلم من ناحية الدين، وناس بتتكلم من ناحية السايكولوجي وهكذا. فطبعا الموضوع له صدى كبير، الموضوع له صدى كبير. فده بيبقى مجرد انديكيتور بيقول لك انه لا في هنا بزنس. تمام. تمام. فانا من واقع خبرتي اقدر اقول لك هنا انت ممكن جدا تحطي رقم من 8 ل 10، فخلينا يعني نكون شويه متحفظين نقول 8 مثلا. تمام. 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 طيب لما نيجي بقى نبص تاني، انت ما عندكيش هذا التوجه ناحيه الانترنت، لكن بما انك عايزه، او الفكره اللي عندك انك تعملي بيزنس في عالم صناعه المعلومات، فانت محتاجه تبقي بتشوفي الانترنت فيه ايه، في معلومات كتيره جدا تقدر تديلك زي اشارات، اشتغل هنا، اركز هنا ولا لا وهكذا.
فانا هحاول ارد على دوت بالنيابه عنك، لانه انا موجود على الانترنت كتير، فاقدر احط لك شويه تصور يعني في الارقام. لما اجي اقول توجيه مهني لحديث التخرج من طب بيطري، اوكي، عدد خريجي كليه طب بيطري قد ايه في مصر مثلا كل سنه؟ يعني كل كلية مش أقل من 800 ل1000 طالب في عدد اوكي. كليات بقى مصر. اوكي. وده مقارنه بالكليات التانية مش عدد كبير متهيألي. آه، لا، الدفعة بتبقى أقل من بقية الكليات، بقية اوكي. طب وبقية أسنان وبقية علاج طبيعي. فبتبقى اقل. فاوريدي يمكن يكون العدد قليل، ده عامل. العامل الثاني انه قد ايه ممكن يكون منهم حد هو حديث التخرج محتاج توجيه مهني. انا اي ثينك انه هنا زي ما بنيجي نبص كده يا مروه، في حاجه انه في حاجه اوريدي عليها طلب. يعني انا مش محتاج اروح اخبط على حد واقول له خد بالك انت عندك الوجع ده وانا عندي الحل. زي قصة مم. المراهقين، لا هو في يعني ما فيش مراهق بيعدي من مرحلة المراهقة إلا ما بيتخبط في الحتة ديت وبالتالي عليها طلب كبير جدا، وأعداد المراهقين أصلا كتير جدا. تمام. فده بيقول إنه في حجم بيزنس، في طلب. لما اجي ابص على الطب البيطري، وان انا او ان انا اروح لحديث التخرج وابدا اقول له تعالى اوجهك مهنيا وهكذا، بقى في طلب مؤخرا في العموم على كلمه كارير كوتشنج، وان انا لما اتخرج حد يوجهني ويقول لي اتفادى المطبات ازاي وهكذا. لكن التخصص اللي انت بتتكلمي فيه اعداده قليله، فده ممكن يخلينا شويه انا اللي محتاج اروح اقول لحديث التخرج خد بالك انت هتقابل مشاكل. فممكن ما يكونش الطلب اوريدي موجود بنفس الحجم بتاع المراهقه سواء عند المراهقين او اهاليهم، فالطلب اوريدي اقل شويه، وانا اللي محتاج اروح اخبط على الشخص واقول له انت عندك وجع تعالى احله لك. فده اه، بيقلل، كل تمام. ده بيقلل الفرصه شويه بتاعت انه ده في السلام بيزنس وفلوس عليكم. ولا لا. السلام عليكم. عليكم طيب، السلام تمام. ورحمه الله وبركاته. اسمه ايه؟ إياد. ايه؟ إياد. اياد، ربنا يبارك ربنا يبارك. شكرا، طيب. خش جوه. ف... فهنا ده ممكن هيقلل لنا الموضوع شويه، ممكن ننزل مثلا بيها الخمسه. طيب، تمام. توعية وإرشاد المقبلين والمقبلات على الزواج، I think إنه ده برضو حاجة بقى عليها دلوقتي وعي. وزي ما أنت قلتي بقى في دول بتتكلم إنه ما ينفعش جواز إلا لما تاخد مش عارف إيه، فبدأ يحصل حالة وعي وإقبال على هذا الشيء. فممكن برضو نروح لسكة مثلا 6 7. طيب، مم. توعية الحوامل عن الصحة النفسية وبدايات الطفولة، ده موضوع كبير جدا و... وناس كتيرة جدا أو أمهات كتيرة جدا بيبقى عندها رغبه انها تفهم ده، وفي اوريدي كورسات بتتقدم وفي ناس كتيره بتتكلم عنه وهكذا، فممكن ياخد كمان معانا 8. ده تقريبا تمام. كلها ارقام تقريبيه، لكن انت محتاجه انت تعملي الاكسرسايز وتروح تاخدي موضوع وتروح على الانترنت وتدوري وتشوفي حجم الطلب عليه قد ايه والناس اللي بتتكلم فيه قد ايه وهكذا. طيب، أوكي. ده بخلص، ده رقم واحد. رقم اتنين بروح على اليونيك سيلينج بوينت او الفاليو بروبوزيشن. النهارده مروه بقى هنمسك موضوع من دول ونبص على هو مروه عندها قيمه حقيقيه قد ايه تقدر تضيفها للناس اللي عندها المشكله دي. يعني لما اقول مثلا العلاقات للمراهقين اللي من سن 14 ل 20، مروه حجم الخبره اللي عندها الحقيقيه على الارض، وانها قادره لو قعد قدامها النهارده 100 مراهق قادره فعلا تساعدهم بجد بمعلومات قيمه بقيمه حقيقيه، قادره تعمل لهم تدريبات قويه، قادره تعمل لهم كوتشنج مظبوط. كم من 10 اقدر احط للقيمه بتاعت مروه هنا في الموضوع ده؟ ما هو انا بقى في نقطة ان وانس ان يبقى في حاجة متحددة، فانا هحتاج فيها اخد كورس او هاخد فيها حاجة، انا لان ده انا ده مليون في المية. لكن انا بقول النهارده الوضع الراهن النهارده وانا بتكلم مع مروه النهارده كم من 10؟ 4. حلو جدا. لان انا لو قعدت حطيت المشاكل ايه اللي ممكن تقابلهم وازاي يحلوها، يعني حلو. بدون سيشنز حاجة اخدها كلها. عظيم. حلو قوي. طيب، هناخدهم بقى تباعا كده نفس السؤال لبقيه الحاجه. توجيه مهني
لحديث التخرج من طب بيطري، كام من 10 القيمة اللي عندك دلوقتي؟ مم، ممكن 5. فعلا بعد انت اشتغلتي قد ايه في الكارير ده؟ ما اشتغلت في الدعاية الطبية، بس في مجالات كتير جدا بقى غير الدعاية الطبية. فانت لسه برضو ما عندكيش القيمة الكبيرة اللي تقدري تقعدي مع حديث تخرج وتمهدي له الطريق، لسه ما عندكيش القيمة الكبيرة في الموضوع ده. ممكن اقول على الحاجات اللي جوه مصر، بس طبعا في مجالات تانية كتير بره مصر. فلسه عندك مساحة فانا تطوري ما نفسك انت مريتش. كمان. اه. تمام، فانت قلتي 5. تمام. تمام. طيب توعية وإرشاد المقبلين والمقبلات على الزواج. خلينا نقول 5 برضو. اوكي. توعية الحوامل عن الصحة النفسية وبدايات الطفولة. دي ممكن 7. حلو جدا. طيب بعدين هروح على آخر سؤال، ده بالنسبة لي سؤال مهم جدا جدا جدا. درجة مم. استمتاع مروة بالموضوع ده أو بالفكرة دي وهي شغالة فيه، بمعنى آه خليني أقول لك النهاردة إنه ناس كتيرة جدا بتسوق لفكرة إنه ابدأ اعمل بيزنس خاص بيك ويوصلك للحرية المالية وكأنه انا بكره الصبح هفتح بيزنس، فانا بكره الصبح هبقى مليونير، وبكره الصبح هتبقى عندي شركه مستقره الكلام ده بعيد كل البعد عن الواقع. فكره ان انا اسس شركه من كونها فكره واروح بيها الحيز ان هي تتحول الى شركه مستقره، كيان قائم بيعطي قيمه وبيحقق بروفيت، ده حاجه من اصعب الحاجات اللي في الدنيا، وفي نفس الوقت من احسن الحاجات في الدنيا اللي بتعمل ريوردز او بتكافئ الشخص اللي بيعمل ده. لكن دي هيقابلنا حقيقة. تحديات كتيره جدا جدا جدا. طيب لو انا النهارده عندي الفرصه اني اختار اخش معركه كبيره بس في حاجه انا بحبها، او اخش معركه كبيره في حاجه انا مش طايقها، مش من العقل ان انا اختار من الاول الحاجه اللي بحبها. اكيد. فاحنا واقفين النهارده بنناقش افكار جوه دماغ مروه، فاحنا واقفين على الشط ولسه ما خدناش اي مخاطره، فبنحط هنا المقياس من 1 ل10 على درجه الاستمتاع بكل موضوع، علشان دي واحده من الحاجات اللي لما هقابل تحديات في البيزنس، وهنقابل تحديات في البيزنس، انا بصحى من النوم بعمل حاجه بحبها. ففهماني في الجزئيه دي يا مروه؟ فهماك، بس في نقطة، هو لما نعم. احنا نبقى نكون مثلا بندرس او بنسمع كتير عن تطوير الذات ونظام الكوتشنج عموما للشخص نفسه، نعم. او المشاكل اللي بتقابله، وده كله مش ده كله ينطبق على سواء العلاقات او المقبلين على الزواج او الام طبعا. او كده طبعا. نعم. مم. لكن انا هنا عايز احط رقم برضو من 10. قد ايه انا حابب، خلينا ناخدهم واحده واحده. العلاقات للمراهقين، قد ايه انا حابب الموضوع، قد ايه بحب اقرا عنه، قد ايه بحب ممكن اروح احضر كورسات فيه، قد ايه اهم من كل ده لو قاعد قدامي مراهقين في السن ده تحديدا وبمشاكلهم بقى، بسلطاتهم، ببابا غنوجهم قاعدين قدامي، ويعني داخلين على مرحله اكتئاب، انا ببقى كمروه قد ايه حابه الموضوع وحابه ان انا احل لهم المشاكل بتاعتهم وبدي من قلبي في الموضوع ده. كم من 10؟ وانا عموما بحب ادي نصايح يعني لاي حد بيمر بمشكله او حاجه، ممكن ابادر ادي نصيحه من غير ما يسال. فدي بس حاجه من بس الحاجات اللي بس ممكن كمان. معلش يا مروه، هنا انا عايز اركز عشان انت بتقولي عموما، انا هنا مش برد على عموما، انا برد على اول سطر: المراهقين ومشاكل المراهقين وعلاقات المراهقين تحديدا. مم. تمام. كم من قد 10؟ ايه ممكن اكون مستمتع وانا بحل مشكله زي دي او بدي قيمه؟ نعم. اكيد 8. حلو جدا. حلو جدا. طيب لما ناخد نفس السؤال ونروح على توجيه مهني لحديث التخرج طب بيطري. 7. عظيم. الإرشاد للمقبلين والمقبلات على الزواج. 8. الحوامل وعن الصحة النفسية وبدايات الطفولة. 8. عظيم. طيب احنا كده ردينا على شوية حاجات بس بتديني كام مؤشر
لانه البيزنس ده في فلوس، البيزنس ده انا اقدر ادي فيه قيمه، وبالتالي اقدر احصل على فلوس مقابل القيمه، وكمان انا بستمتع بيه، وبالتالي هذا البيزنس لما يكون فيه تحديات حبي ليه هيخليني اكمل، ولما يكبر هبقى مستمتع بيه. انا مش ببني سجن حواليا، انا ببني حاجه انا بحب اعملها. وده في الاخر بيدينا توتال، بيدينا اجمالي. فلما اجي ابص هنا هلاقي انه الموضوع الرابع اللي هو الخاص بتوعيه الحوامل عن الصحه النفسيه وبدايات الطفوله واخد اعلى رقم 23 من 30. بعدين تمام. عندي الاثنين اللي وراهم واخدين نفس الرقم 20 اللي هم توعيه وارشاد المقبلين والمقبلات على الزواج والعلاقات عند المراهقين، واخدين الاثنين 20 و20. واخر حاجه ممكن نفكر فيها اللي واخده 17 هي حديث التخرج عن طب بيطري. وده بالنسبه لي يعني بيقول لي كلام منطقي جدا عن الواقع اللي انت عايشاه، انه انت لما انت خريجه طب بيطري، بس يعني ما قعدتيش شويه هنا ورحت اشتغلتي ميديكال ديتيلنج وهكذا. فكانه يعني الرقم اللي طالع لي 17 من 30 ماشي مع الواقع شويه، لكن حبك اه، للحاجات التانيه اعلى. اكيد. اه. فلو انا هبص بصه كده يعني بصه ارقام، وهنا لما بنتكلم عن البيزنس، واحده من اهم السمات بتاعت حد عايز ينجح في البيزنس انه يكون بيعرف يقرا ارقام، انه يبص على القرارات بتاعته تبقى زي ما بنسميها informed decision، قرار مبني على معلومات، على انسايتس، على ارقام. فلو هنبص البصه البيزنس البحت هلاقي انه البدايه اللي انت محتاجه تركزي عليها وتديها وقتك وتطوري نفسك فيها و هي قصه الحوامل وبدايات الطفوله 23. تمام. فهل ده بالنسبه لك منطقي؟ حاسه انه والله يا وليد احب ان انا ابدا في الموضوع ده واركز واديله وقتي وهكذا؟ لان انا في فترة الحمل برضو كنت تابعت كتير ناس بتتكلم عن الموضوع ده. عظيم. فممكن ارجع للموضوع ده تاني. انت في كل الحالات تقدري ترجعي، بس احنا بنبص على الموضوع ده تيجي باكج. انا اقدر ارجع او ابص على المعلومات اللي عندي، او احب ان انا اقعد اتفرج على معلومات اكتر واجمع معلومات اكتر واساعد الامهات بشكل ادق واطور نفسي واساعدهم اكتر و فانت مع الارقام مش حاسه انه يعني في تناقض ما بينها وما بين شخصيتك؟ لا، لا. عظيم. طيب فانا بالنسبه لي دي يعني نقطه البدايه اللي انت محتاجه تركزي عليها يا مروه. كل الافكار التانية بقى اللي موجوده عندك والقدر اللي موجود من التشتت ده محتاجه توقفيه، حتى وان كانت بقيه الافكار كمان فيها بيزنس وكمان فيها افكار وهكذا. لكن انا محتاج اركز، لانه هنتكلم تاني على انا عايز ابني بيزنس. بناء البيزنس مش حاجه سهله، فانت محتاجه تبقى عندك قدر عالي جدا من التركيز وانت بتطبقي الاستراتيجيات بناء البيزنس وهكذا. تمام. في عندك اي سؤال تاني حوالين الجزئيه دي؟ النقطة التانية بقى اللي أنا أبدأ إزاي؟ يعني أنا ماشي، هتقرأ كتب، هتسمع لناس، بس عشان تدي علم فالمفروض تاخد علم الأول، وعلم من نعم. مكان موثوق فيه. نعم. فالطريق الواي هبدأ بأي واي؟ طيب، هنا فكره ان انا ابدا يعني اجيب علم منين. انا معاكي جدا طبعا في فكره انه يعني انا محتاجه اجيب علم من مكان موثوق منه او موثوق فيه. لكن خليني اقول لك انه في مجال او عالم صناعه المعلومات اوقات كتير جدا بيكون التجربه الشخصيه نقطه بدايه. يعني انا مريت بتحدي ما. انا لو احنا بنقول التوبيك تاني اخليه بس يبقى ظاهر قدامي هنا، بنقول احنا توعيه الحوامل عن الصحه النفسيه. انت عندك شقين: توعيه الحوامل عن مم. الصحه النفسيه، صحتها هي كأم اول ما تبقى حامل وما تتعرض له من تغيرات وسيكولوجيا وهكذا. وعندك الجزء الثاني بعد ما يجي البيبي، اول شهور بقى اتعامل معاه ازاي وهكذا. فانت ممكن تكوني النهارده انت نفسك كمروه مريتي بتجربه صعبه جدا في اول حمل، وقريتي كتب
لناس كبيره مشهوره في المجال، رحت استشرتي ناس متخصصه في المجال، فاوريدي عندك الحد الادنى من المعلومات اللي ممكن يساعد حد معلوماته صفر في هذا الموضوع، فانا اقدر اساعده باللي موجود حاليا دلوقتي، وبعدين وانا ماشيه ابدا اطور نفسي لو انا هاخد ده كارير. لانه تاني لو انا هعمل بزنس، انا بحب دايما البزنس بتاع عالم صناعه المعلومات ده نسميه كارير اوف كونتريبيوشن. انا اصح هفتح بزنس خاص بيا، بس هو كانه مهنه انا همتهنها ان انا اساهم في تحسين جوده حياه الناس او الشريحه اللي انا مختارها. فممكن يكون عندك نقطه تمام. البدايه، انت هنا مديه لنفسك في الفاليو 7/10. ليه قلتي 7/10؟ ما عشان برضو الخبرة الحياتية اللي احنا مرينا بيها في المرحلة دي. حلو. فانت بقلب كده، بقلب قلتي 7/10. فواضح ان انت مريتي بتجربه لطيفه. يعني مريتي بتحدي كبير في الموضوع ده، وخضتي فيه معركه كبيره، وطلعتي منه الحمد لله سالمه. فعندك فاليو تقدري تاخديها كنقطه بدايه. بعد كده بقى وانت ماشيه الطرق هتبدا تتفتح ليكي. النهارده انت ممكن تبقى بتتعلمي، بتستثمري في نفسك في الكوتشنج، تتعلمي بتعملي كوتشنج في الصحه النفسيه. ممكن تبقي بتاخدي شهادات جامعيه في الصحه النفسيه. ممكن هتلاقي طرق كتيره جدا بتتفتح قدامك. لكن انا مش عايز ده دلوقتي يكون عائق في فكره انك انا ممكن ابدا. يعني انا مديه نفسي 7/10 من التجارب بتاعتي في امهات تانية او لسه حديثي الزواج، عندها 0/10. 0/10، ما تعرفش اي حاجه. وكونك مروه النهارده هتقعدي تحجبي اللي عندك عن حد لسه 0/10، هي ممكن جدا يعني تمر بكل الاخطاء او كل التحديات اللي انت مريتي بيها، بس علشان انت ما كانش عندك من الشجاعه انك تقولي انا عندي شويه معلومات خليني اساعدك بيها. فقصدي هنا من اللي انا بقوله يا مروه انه بنبدا، يعني اي حد في الدنيا بيعمل حاجه كبيره بيبدا من مكان صغير وبعدين بيطور وهو ماشي. تمام. ميك سنس الكلام ده؟ أكيد. تمام. بس كان في لقاء حضرتك مع دكتورة نجاة، كان لسه لقاء قريب عن الحضور. نعم. كانت دايما بتتكلم إن احنا لما ندي علم المفروض يبقى فيه فيض من العلم والتجارب نعم. في تمام، في وصلت. في عندنا في عندنا مقوله جميله قوي احنا بنقولها في برنامج امباكت ماستري اللي بنعلم فيه ازاي الناس تحول خبره حياتها للبزنس وهكذا. بتقول لي ايه؟ انه you don't have to be great to start but you have to start to be great. مش لازم تكون، او مش لازم، هو ما فيش حد بيبدا عظيم ولا بيبدا في القمه. انت لازم تبدا من مكان ما عشان توصل للقمه. ده الجزء الثاني برضو حاجه من الحاجات اللي بنقولها، انه ما ينفعش اقارن موسم زرعي بموسم حصاد الاخرين. هل الدكتوره نجاة النهارده وهي بتقول الجمله دي، طبعا الدكتوره نجاة يعني من الناس الافاضل، يعني كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه بنعمل حاجات عظيمه جدا على نور مع بعض باذن الله. لكن هل نجاة لما بدأت من المكان اللي هي بتتكلم منه النهارده؟ لا طبعا، خدت وقت طويل وباع طويل في العلم زي ما قالت. بس فهي دي النقطة، ان احنا يعني انا بعمل مقارنة مش في محلها. انا لسه ببدأ الطريق وبقارن نفسي بحد وصل لمكانة عالية جدا، ومع حتى وجوده في المكانة العالية هو لسه بيطور من نفسه، لسه بيتعلم، لسه بيدور في الكون بتاع ربنا على معلومات اكتر وخبرة اكتر وهكذا. فدي مرحلة التعلم والتطور مرحلة لا تنتهي. ودي واحدة من الحاجات اللي علشانها بنقول ده تاني نقطة البداية مهمة قوي. يعني انا مش عايز اتشتت في 100 فكره وبتاع، لانه رحله التطوير الشخصي في المجال اللي هختاره رحله لا تنتهي. فخليني اختار من الاول صح. فالبدايه مش لازم تكون بدايه واو، وان كان انت حاطه 7/10 وتشيز رقم عظيم قوي. لكن اقدر ابدا من هنا وانا ماشي يا مروه، اطور من نفسي واتعلم واتعرض. خليني اقول لك على حاجه كمان. يعني انت وانت بتتعاملي مع الشريحه المستهدفه بتاعتك، هتلاقيهم كمان، بس ابدا، المهم ان انا ابدا، هلاقيهم هم كمان بيسالوني اسئله عندي اجابات ليهم فهرد.
وهيسالوني اسئله ما عنديش اجابات ليهم، فلازم يبقى عندي من الشجاعه والصدق مع النفس ان اقول السؤال ده ما عنديش اجابه ليه، بس يو نو وات، خليني اروح اتعلم عن ده وارجع لك، خليني اروح اعمل سيرش هنا وارجع لك. فانا هنا ببني الثقه اه مع الجمهور بتاعي، وبكون اوثنتك، بكون حقيقي، لانه انا مش لازم يكون عندي كل الاجابات لكل الاسئله اللي بتطرح عليا. بالعكس، التعامل مع الشريحه المستهدفه هو اللي بيفتح لي افاق، ويقول لي دي منطقه تحدي عندهم وانا ما عنديش فيها علم او معلومات، روح اعمل الهوم ورك بتاعك، روح ذاكر، روح طور نفسك، روح خد كورسات، وهكذا. وده يمكن السبب الاولاني تاني اللي خلانا نقول في اول حاجه بنقيم عليها من 1 ل 10 انه انا كمان محتاج من ورا ده يجي لي ريفينيو، يجي لي فلوس، لانه رحله التعلم كمان مكلفه. انا عشان اطور نفسي في البيزنس محتاج طول الوقت اتعلم في البيزنس، اتعلم من ناس سابقاني بسنوات ضوئيه عشان اعرف ارجع ارد على اسئله ما كانش عندي اجابات ليها، وهكذا. واصله الفكره؟ م، واصلة. طيب في نقطة تانية اللي أنا برضو إيه، دايما بيبقى فيه توتر، و عارف لما تيجي تتكلم كده تحس الدنيا تك 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 تك، الأدرينالين عالي والصوت رايح وحاجات كده. طبعا. طيب دي بقى آه، ملهاش يعني، طبعا ليها تكنيكس. هقول لك يمكن اعلى حاجه ممكن تعمليها في الموضوع ده هي فكره ان انت تعملي شيفت للفوكس بتاعك، اللي بيخلي فيه تك 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 جوه وريقي بينشف وابقى عايزه اشرب ميه وشفايفي تشقق وانسى الكلام اللي انا عايزه اقوله وكل الكلام ده، لانه انا جوايا التركيز بتاعي على نفسي وانا بتكلم. هو انا يا ترى هيبقى شكلي طالع ازاي في الكاميرا؟ يا ترى الناس هتحكم عليا ازاي؟ انا فاهم ولا مش فاهم؟ انا حقيقي انسان صادق وعايز افيد، ولا انا بعمل سبوبه؟ هيحكموا عليا ازاي؟ هيشوفوا شكلي ايه؟ هيعلقوا ازاي؟ فانا طول الوقت دماغي مركزه على وليد، او مروه مركزه على مروه. اللحظه اللي اعرف اعمل فيها شيفت للفوكس بتاعي للتركيز بتاعي، انه انا وانا بعمل اللي انا بعمله ليه؟ يعني زي ما نقول دايما ستارت وذ واي، الكتاب العظيم بتاع سايمون سينيك. start with why، دايما ابدأ بكلمة why do you do what you do. انت إيه؟ هو ليه انا كمروة طالعة النهاردة وعايزة اساعد الحوامل ان هم ما يمروش بالمشاكل النفسية اللي انا مريت بيها؟ ليه بعمل ده؟ ممكن تردي على السؤال ده؟ ليه هتبقي بتعملي ده؟ ليه عايزة تساعدي الحوامل الجدد ان هم تمام. يعني يهتموا بصحتهم طيب النفسية؟ نقطة كمان. إيه انت سامعة السؤال؟ تاني كده؟ بقول لك ليه انت كمروة عايزة تساعدي الحوامل ما يمروش بالمشاكل بتاعه الصحه النفسيه اللي انت مريتي بيها؟ ليه عايزه تساعديهم في الاساس؟ ليه فارق لك الموضوع ده؟ هو ده مش هيبقى فارق للست بس، ده هو فارق ليها وللأسرة وللزوج فارق وللطفل لك انت كمان في اللي ايه؟ جاي. انت كمروه ده يفرق لك في ايه؟ يفرق أنا في إيه؟ مع بحس لما تساعد حد أو تدي لحد معلومة وتفرق في حياته، بتبقى مبسوط، مرتاح. اوكي، فدي حاجه، دي حاجه بتسعدك انت لما تساعدي غيرك، دي حاجه بتسعدك، بتحسسك بالانبساط يعني بالارتياح. شلت عنه حاجة، بتبقى مبسوط ان انت شلت عنه جهله في حاجة معينة، او اللي انت يعني. انا مثلا في الاول خالص كنت قرأت حاجة عن ان الطفل اصلا لما ربنا بيرزقه في رحم الام، الحالة النفسية للام وقتها بتشكل بعد كده الطفل ده هو هيبقى عصبي مش عصبي، من وجود الام نفسها في بيئة معينة هيتشكل بعد كده الطفل، حلو والحالات جدا. النفسية اللي الطفل بيمر بيها بعد كده. وانت كمروه فارق لك ايه انه الطفل يطلع سوي ولا مشوه؟ ولا فارق لك في ايه؟ ايه اللي عايد معلش عليكي يعني؟ الصوت تاني كده. بقول لك انت كمروه الصوت عايد كان عليكي راح. بايه؟ انت كمروه عايد عليكي بايه ان الطفل الاطفال اللي هتتولد جديده ديت تطلع كويسه مش كويسه؟ فارق لك في ايه؟ اما احنا في مجتمع، والمجتمع كله مشبك في بعضه. حلو. فالسؤال بتاع ستارت وذ واي ده، ان انا اسال نفسي وانا بعمل اللي بعمله ده ليه، ده لوحده بيقوم مشفت الفوكس بتاعي، مشفت التركيز بتاعي. انا مش بعمله عشان انا عايز ابقى نجم، مش بعمله علشان انا عايز ابقى بس عايز فلوس، مش بعمله عشان لا، فايه الفاليوز، ايه القيم اللي من وراها انا بعمل اللي انا بعمله ده؟
فلما تقدري تعملي التركيز ده وتبقي حقيقيه فيه وتوصلي بالتدريب انك تكوني حقيقيه، لما تطلعي تتكلمي مع الشريحه المستهدفه بتاعتك انت مركزه عليهم طول الوقت، انت مركزه انك تحلي لهم المشكله اللي عندهم طول الوقت، انت لما بتسمعيهم بيسالوا بتبقى قلبك من جوه وعقلك عمال افكر اوكي ادور لهم على اجابه حتى لو ما عنديش اجابه، انا عايز ادور على اجابه عشان اخلي حياتهم احسن ازاي. مجرد ما بعمل الشيفت ده من التركيز على الشريحه المستهدفه، ده لوحده بيقوم مطلعني انا بره الحسبه، خلاص بطل يبقى فيه توتر، بطل يبقى فيه رجه، لانه انا مش مركز على نفسي، انا مركز ان انا اخدم الطرف اللي قدامي. زي ما انا قاعد معاكي دلوقتي، انا مركز اسمع كل سؤال مروه بتساله، وعايز اجمع كل خبرات حياتي واعرف اقول لها التحدي اللي هي بتمر بيه دلوقتي او الفكره السلبيه او اساعدها تحله ازاي. فانا مش فارق لي دلوقتي مروه او اي حد بعد كده هيتفرج على الفيديو ده، مش فارق لي انا هيحكم عليا يقول ايه، ولا انا مع نيتي دلوقتي الدنيا متظبطه جوايا، مركز على اني اضيف قيمه حقيقيه. فده رقم واحد، المفتاح اللي ممكن يحل لك مشكله التوتر والقلق والرجرجه والكلام ده. رقم اتنين اللي لا غنى عنه، براكتس 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 براكتس. محتاج ان انا افضل اكرر الموضوع ده لغايه لما تبقى مصل عضله طبيعيه بتشتغل لوحدها، زي اي حاجه الكائن البشري بيعملها لاول مره. اي حاجه ابتداء من السحف والمشي والوقوف ومعرفش ايه وهو طفل، لغايه واحنا كبار لما نتعلم نتكلم لغه مختلفه او نسوق عربيه او نسوق عجله او نعمل اي حاجه ما كنتش اعرف اعملها، بيجي لي هذا النوع من الاحباط والتوتر والخوف الى ان اعمل براكتس 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 براكتس، اكرر الموضوع مرات ومرات ومرات، يتحفر جوه الخلايا العصبيه بتاعتي ممر يقول خلاص دي بتتعمل كده، فتتعمل بسهوله مطلقه. تمام. يعني النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها من شوية اللي هو أي حاجة عايزة أعملها أسأل ليه أنا عايزة أعمل كده، وأعمل ده ريفلكت على الجهة التانية هتستفاد إيه من ده، صح كده؟ يس، يبقى تركيزي مش على نفسي، تركيزي على الطرف المستفيد. تمام. طيب نقطة كمان معلش، لا يعني أنا اتفضلي. دايما بسمع ناس بتتكلم أو بتعمل فيديوز وكده، بيبقى عندها فولو المعلومات ما شاء الله الفولو بتاع الداتا كويس جدا، فدايما كنت سمعت ان ما بيبقى فيه تواصل او اتصال. ازاي اوصل للنقطة دي؟ تاني بتوصل تاني الفلو، ان انا ابقى بتكلم بفلو، مش محتاج ان انا يعني اقعد احضر كتير او اعمل كتير او ما اعرفش. ده بيجي من تراكم الخبرات يا مروه، من تراكم الخبرات وتراكم المعلومات وتراكم التحديات اللي انا بحاول احلها للشخص اللي قدامي. ده بيبني جوه عقلي رصيد من المعلومات. ده واحد. اتنين، هو مش مجرد معلومات فقط، لانه لو معلومات فقط اي حد عنده اكسس على معلومات النهارده لا حصر لها. الانترنت والذكاء الاصطناعي النهارده يجيب لي معلومات يعني تألف كتب لسنين جايه. بس المعلومات مع تطبيقها على حياتي وحياة الآخرين، وإن أنا أستخدم هذه المعلومات في حل مشاكل حقيقية على أرض الواقع، ده بيعمل عملية إثراء داخلي لهذا الجهاز العظيم اللي اسمه العقل البشري. وبالتالي لما تيجي تحطي هذا الإنسان اللي عنده القدر العالي من المعلومات مع التطبيق، بيبقى عنده اللي احنا بنسميها في الآخر الحكمة. هو ايه اللي بيتقال امتى في انهي موقف، وده اللي هتلاقي في الاخر ربنا قال لك عليه ومن يؤتى الحكمه ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثير. فده بيجي تاني من تراكم الخبرات. وعشان كده بنرجع نقول تاني طول الوقت للناس فكره ماستري. يعني احنا لما بنقول حتى البرنامج بتاعنا اللي بنعلم فيه الناس الكلام ده اسمه امباكت ماستري، اتقان التاثير. فانا عايز امسك حاجه واحده وافضل اتقنها اتقنها اتقنها، فعندي اعرض نفسي على تحديات في هذا الموضوع، واكون انا مريت بتحديات، وبعدين اساعد عشرات ومئات والاف من الناس اللي عندها نفس التحدي لكن عند انماط مختلفه من البشر. هذا الكم من التركيز على موضوع واحد بيوصل لمرحله الماستري دي، اللي هو انا بقيت المعلم بتاع الشغلانه دي. فعمرك ما هتشوفي معلم في حاجه
بيتهته وهو بيتكلم، او بيتردد وهو بيتكلم، خلاص هيبقى الفلو طالع من كتر ما حصل اثراء لعقله وتجارب عمليه على الارض بهذا الشيء. فدي حاجه بتيجي مع الوقت. تمام. تمام. يعني دي ملهاش علاقة بناس تقول بتصل بالوعي الجمعي ويبقى فيه فلو للداتا وكلام كده غريب. يعني ما هو مش غريب ولا حاجه، ما تاني لما اقول انا بتصل بالوعي الجمعي، وما هو يعني ممكن يكون ده معنى تاني او مرادف او شبه اللي انا قلته من شويه، ان المعلومات اللي عندي انا بنزل بيها مع الناس اللي حواليا، الاودينس بتوعي، الشريحه المستهدفه. ما هو طب ما ده وعي جمعي برضه. بس انا هنا في الحاله دي، وانا بشتغل في عالم صناعه المعلومات، انا بحاول طول الوقت اكون الليدر، اكون انا الشخص اللي مش بيدخل في الوعي الجمعي بتاع الناس اللي قاعده طول الوقت بس بتقول ان عندي مشاكل. لا، انا بسمع المشكله، بس انا كحد بقى عايز يعمل بيزنس وعايز يكون قائد، هو انا معني طول الوقت بان اسمع المشكله بس عايز اروح ادور لها على حل. وانا مم. بدور على حل في الكون المتسع بتاع ربنا ده، واوصل لمعلومات وارجع بيها للناس اللي بتشتكي، واحاول اطبق معاهم الكلام، واشوف ايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش، واخد فيدباك وارجع ادرس تاني وادور تاني وهكذا. الحاله دي من ال ال هي كلمه ماستري الحقيقه. الاتقان والاحسان، ان انا اكون ماسك حاجه ورايح جاي عليها رايح جاي عليها لغايه لما ابقى فيها ماستر. هو ده اللي بيعمل مم. الفلو. تمام. طيب معلش نقطة كمان، يعني أفضل المنصات إيه اللي إحنا نبدأ من خلالها نتواصل مع الأودينس؟ يعني هل هو اليوتيوب أفضل ولا الإنستجرام ولا حلو. الفيسبوك، ولا حلو. يتعمل حاجة مثلا على مم. ال 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 احنا عندنا جمله كده بتقول يعني لما نيجي نعمل بزنس: we meet people where they are. احنا بنقابل الناس مكان ما هم موجودين. فانت النهارده لما بتحددي، انت بتقولي تمام. دلوقتي توعيه الحوامل عن الصحه النفسيه، فانا بكلم سيدات محتاجه تقولي اعمار مثلا I don't know، ممكن نقول مثلا 22 23 لغايه 25 26 مثلا 29 حاجه كده. تمام. فدي الشريحه. طب انا لو قلت الشريحه دي متواجدين اكتر حاجه على انهي منصه من منصات التواصل الاجتماعي، فانا بروح اشوف الناس الشريحه المستهدفه هم بيتواجدوا على انهي منصه، وانا اروح اتواجد عليها. لكن ما بسالش السؤال بشكل عام كده هو ايه الافضل ان انا اروح عليه، يوتيوب ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك. الشريحه المستهدفه بتاعتي غالبيتهم بيستخدم انهي منصه، واروح ابدا من المنصه دي. تمام. ده بيبقى من خلال حاجة بعملها مثلا فتديني الداتا، يعني بعمل حاجة معينة على الفيس أو طبعا اليوتيوب. ممكن يعني ممكن اعمل استقصاء، اعمل بحث على الانترنت، اعمل سيرش على الانترنت اشوف الكلام ده. لكن كمان الناس اللي مسؤوله دي لعبه، الناس اللي مسؤوله عن الماركتنج، يعني الناس اللي هتبقى بتعمل لك اعلانات او كده، هم اللي بيبقى عندهم كمان القدره يقول لك لا، ان الشريحه دي متواجده اكتر على المنصه الفلانيه. يعني مثلا انا من واقع الخبره هقول لك، لو انت بتتكلمي في الفئه العمريه دي، دول بيبقوا متواجدين somehow اكتر على انستجرام مثلا. فانستجرام هو مكان الاول بالنسبه لك. ميتا او عموما فيسبوك وانستجرام الاثنين اسمهم ميتا يعني، او تحت شركه ميتا. فيسبوك كمان بيبقوا موجودين عليه. وفيسبوك النهارده هو خلينا نقول يعني واحد من اقوى المنصات اللي عليها انسايتس او معلومات تقدري تستفيدي منها. يعني هو بما انه متوحش ومتوغل في حياتنا، فقادر يعني لما تقولي له انا عايزه الفئه الشريحه ديت اللي عمرها من كذا لكذا، اللي متجوزه حديثا، اللي بتدور مهتمه بالحمل وبتاع، فبيكون يعني من اكتر المنصات somehow دقه في انه يوصلك بالشريحه دي. فممكن بناء على اللي احنا قلناه النهارده ممكن تكون البدايه بتاعتك مع فيسبوك وانستجرام. تمام. وتاني هرجع اقول يا مروه، البدايه. تمام. تمام. أنا مبسوطة جدا اللي حضرتك اديتني من وقتك. تسلمي يا مروه. تسلمي. وبشكرك جدا على اللقاءات مع دكتورة نجاة، وعلى
منصة نور، وعلى السيشنز اللي بنحضرها كتير تبع امباكت ماستري. فعلا بنلاقي كم العطاء اللي حضرتك بتديه. الفلو في الداتا، مش بتبخل بأي معلومة على حد بيسألك في أي كاتيجوري بيتكلم فيه. مبسوطة اللي ربنا حطني في طريقك في الرحلة، وإن شاء الله دايما نكون موجودين ونكون ستودنت لحضرتك كده في الطريق إن شاء الله. نتشرف بيك يا مروة، وشكرا على الكلام الجميل ده، ويعني كلنا أسباب لبعض، وكلنا موجودين عشان نتعلم من بعض. شكرا ليك يا مروة، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. يا رب، ميرسي جدا، ميرسي. شكرا، سلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله.